السلام عليكم. تدرون إني فاتح جوالي قبل شوية لقيت صور من رمضان السنة اللي فاتت. قلت لا مستحيل، هذا كان أمس بس. السنة كلها راحت ولا حسيت فيها. ليه كل ما كبرنا الوقت يمر بسرعة؟ اليوم بقول لكم القصة كاملة. خليني أسألكم سؤال بسيط. تذكرون الإجازة الصيفية أيام المدرسة؟ كانت 3 شهور تحس إنها ما تخلص بالمرة. كل يوم فيها له طعم. تلعب، تسهر، تسافر، تحس إن الوقت واقف. بس الحين تصحى من النوم، تسوي شغلك، ترجع البيت، وفجأة الشهر خلص. الموسم الجديد من مسلسلك نزل وخلص وأنت ما انتبهت. السالفة الأولى إنه مخك يحب الأشياء الجديدة. تعرفون أول يوم لكم في مكان جديد كيف يكون؟ أول يوم جامعة، أول يوم شغل، أول مرة تسافروا لبلد ما زرتوها قبل. اليوم ذاك يمر بطيء، صح؟ تحس كل شيء تشوفونه جديد، كل ركن، كل شخص، كل تفصيلة صغيرة. مخكم منتبه ويسجل كل شيء. بس بعد شهر أو شهرين من نفس المكان تمرون من نفس الطريق وأنتم نايمين تقريبا، مخكم يقول عرفنا هذا ما يحتاج ننتبه. وهنا المصيبة، لما تشوفون السنة اللي راحت تلقون ذكرياتكم قليلة. يمكن حفلة هنا، سفرة هناك، وبس باقي الأيام ضاعت مع الروتين المتكرر. السالفة الثانية، الصيف لما كنا صغار. تذكرون أيام زمان؟ أنا أذكر تفاصيل من أيام الإجازة، أذكر الألعاب اللي كنا نلعبها، أذكر الأماكن اللي رحناها، حتى أذكر أشياء تافهة زي نوع الآيس كريم اللي كنت آكله. بس صيف 2023 بصراحة ما أذكر منه شيء تقريبا، راح عادي زي أي شهر ثاني. الفرق إن أيام الطفولة كل شيء كان جديد علينا، أول مرة نسوي أشياء، أول مرة نشوف أشياء، فمخنا كان يسجل كل شيء بالتفاصيل. بس الحين نفس الروتين يخلي المخ ما يسجل، وعشان كذا نحس إن الوقت طار. السالفة الثالثة، الجوال سارق أعمارنا. خلوني أصارحكم، كم ساعة باليوم تقضونها على جوالاتكم؟ أنا مرة فتحت الإعدادات وشفت وقت استخدام الشاشة، صدمت. 6 ساعات باليوم، يعني ربع يوم راح في الفرفرة في البرامج. مشكلة الفرفرة إنه يخلي الوقت يطير بدون ما تحس. تفتح تيك توك أو انستغرام دقيقتين بس وفجأة ساعة راحت، أنت ما سويت شيء، ما تعلمت شيء، ما عشت شيء حقيقي، بس فيديوهات تمر عليك بسرعة، ومخك ما سجل أي ذكرى حقيقية من هذه الساعة، راحت بدون فائدة. صاحبي ما بقول اسمه كان يشتكي من نفس الموضوع، يقول حياتي تمر وأنا ما أحس فيها. قرر يتحدى نفسه كل أسبوع لازم يسوي شيء جديد. مرة راح حديقة أول مرة يروحها، مرة جرب رياضة جديدة، مرة طبخ أكلة ما طبخها. بعد شهرين كلمني وقال تدري إيش الفرق؟ الشهرين دي حسيت إنهم أطول من ال6 شهور اللي قبلهم. السبب مخه صار عنده ذكريات جديدة يتذكرها، صار عنده تجارب حقيقية. والحل، طيب إيش نسوي؟ أولا نكسر الروتين بأشياء بسيطة. ما يحتاج تسافر لليابان عشان تحس بالوقت، أشياء صغيرة تكفي. جرب مطعم جديد بدل المطعم اللي تروحه دايم، خذ طريق ثاني للشغل أو الجامعة، اقرأ كتاب من نوع جديد عليك، كلم صاحب قديم ما كلمته من زمان. كل شيء يخلي مخك ينتبه ويسجل ذكريات جديدة. ثانيا، عيش اللحظة. أعرف إن الكلام هذا تسمعونه كثير، بس جربوا تطبقونه حرفيا. لما تجلس مع أهلك أو أصحابك حاول تكون موجود معهم حرفيا، مو جسمك موجود ومخك في عالم ثاني. هذه الأشياء البسيطة تفرق. ثالثا، قلل وقت الشاشات. حاول تستخدم الجوال في الأشياء المهمة بس. مثلا بدل ما تفرفر في البرامج قبل النوم، جرب أقرأ أو تكلم مع واحد أو حتى تطلع برا شوية. كذا تلاحظ إن أيامك صارت أفضل وإن عندك ذكريات جديدة. الوقت كذا أو كذا بيمر سواء انتبهنا له أو لا، بس الفرق إننا نبغى نعيش اللحظة ونتذكرها، مو نخليه يطير علينا وإحنا نايمين. الحياة الحلوة مو بس بكم سنة عشت، الحياة الحلوة بكل لحظة عشتها وانتبهت لها. طيب خلونا نتفق على شيء، هذا الأسبوع كل واحد فيكم يسوي شيء جديد، شيء واحد بس. يمكن تجربون مطعم جديد، تجربون هواية جديدة، تزورون مكان ما زرتوه قبل، تقرون كتاب، وتعالوا بعد أسبوع قولوا لي في التعليقات ليش سويتم، وإذا حسيتم بفرق صدق. ولو حسيتم إن المقطع يستاهل اضغطوا لايك عشان يوصل ناس ثانيين، اشتركوا بالقناة عشان نكمل معكم السوالف. أشوفكم في المقطع الجاي. يلا سلام.